في مشهد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، الاتحاد الناميبي يدافع عن حكمته توانانيكو أنتسينو بعد موجة انتقادات لاذعة عقب نهائي كأس إفريقيا للسيدات بين المغرب ونيجيريا. المباراة التي أقيمت في ملعب الرباط الأولمبي شهدت لحظة تحكيمية مثيرة. في الدقيقة 81 تحتسب أنتسينو ركلة جزاء لمنتخب المغرب وسط فرحة الجماهير. لكن الفرحة لا تكتمل، بعد الرجوع لتقنية الفار تلغى الركلة وتتحول المباراة في اتجاه آخر. الدقيقة 88 نيجيريا تخطف هدفا قاتلا يهديها لقبها الإفريقي العاشر ويدخل المغرب في صدمة. لكن الموقف الأكثر إثارة كان ما حدث بعد التتويج، حيث وثقت الكاميرات رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع وهو يوبخ الحكم الناميبية بشدة، بل ويتهمها علنا بالتسبب في خسارة اللقب، وذلك أمام أعين رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. ردًا على هذا الهجوم، أصدر الاتحاد الناميبي بيانًا رسميًا يشيد بأداء أنتسينو ويصفه التاريخي، معتبرًا اختيارها لقيادة النهائي شهادة على كفاءتها واحترافها، بل واعتبرها مصدر إلهام لكل فتاة ناميبية تحلم بالتحكيم في أعلى المستويات. هل كانت أنتسينو فعلاً سبب الهزيمة، أم أن لقجع وجد فيها شماعة لتبرير الخسارة؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات، واشتركوا لمزيد من القصص الحصرية عن كواليس كرة القدم النسائية.